الآن الذي بعدها نرى قوله تعالى ألن نجعل نجمع. ما معنى هذا؟ الآن الكلام على كلمتين جديدتين، كلمة أن مع كلمة لن، أن مع كلمة لن، أن لن. أن آخرها نون ساكنة، لن أولها لام، فاجتمع في النطق نون ساكنة بعدها لام، ونحن نعلم بأن النون تدغم في اللام. ففي القرآن العظيم جاءت أن لن على نية الوصل، يعني كتبت من غير نون، ألن على طول همزة لام نون كالكلمة الواحدة في موضعين. قوله تعالى في سورة الكهف ألن نجعل لكم موعدا، وقوله تعالى ألن نجمع عظامه. وما عدا هذين الموضعين فإنها كتبت على مقطوعة على الأصل. الأصل في التقاء الكلمات أن تكون كل كلمة لوحدها، أن لن، لكنها كما قلت وأكرر في الوصل دائما مدغمة، ألن ألن. لكن إن وقفنا على موضعي الكهف وألن نجمع عظامه في القيامة فنقول ألن كالكلمة الواحدة، ولا يصح أبدا أن نقول أن. ما عدا هذين الموضعين لنا أن نقول أن، ولنا أن نقول ألن. أذكر وأكرر دائما اضطرارا أو اختبارا، ولا يتعمد ذلك. لماذا لا يتعمد؟ لأن المعنى عنده غير تام. نرى على اللوحة قوله تعالى ألن نجعل في الكهف الآية 48، نعم، وهي موصولة كما نرى، ألن نجعل لكم موعدا. الموضع الثاني الموصول القيامة 3، قوله تعالى ألن نجمع عظامه. هل رأيتم كيف أنه ليس ثمة نون بين الهمزة واللام؟ يعني لم تكتب أن لوحدها ولن لوحدها، بل كتبت ألن على نية الإضغام. وهذا كله معطوف على قوله في أول البيت وصل. أرأيتم كلمة صل في أول البيت وقد لونتها لكم بالأحمر للإبراز، وصل. إذن صل اللمهود، صل ألن نجعل، صل ألن نجمع عظامه، كله معطوف على قوله صل.